طبعا السؤال يقول الأخ: هو صلى منفردا يظن أن الجماعة قد صلوا، صلى في بيته ثم سمع الإقامة، فهل الأفضل له أنه يذهب ويصلي مع الجماعة الأخرى؟ والله هذا الذي يظهر من كلام أهل العلم، ولكن اختلفوا أيهما تعتبر فريضة، فمنهم من يرى الفريضة الأولى والثانية نافلة، ومنهم من يرى العكس، ومنهم من يرى أن الأمر راجع إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هناك نقطة لعلها أهم من هذا، موضوع جميل، وهي بإشارة، لأن أنا لاحظت بعض الأخوة تفوتهم الجماعة، وكلنا عرضة يعني، قد يكون يأخذ الواحد أخذ نوم أو شغل أو الله يكرمكم دورة المياه، كلنا معذورون يعني. هو العيب ممن يتكرر منه الشيء وهو غير معذور، أما المعذور منه. فلاحظت الآن بعض الأخوان إذا صلينا يفتح الباب، إذا شافنا صلينا مشى ما يدخل. هذا لاحظت عدة مرات. يا أخوان، جاء في الحديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء المسجد وقد صلى الناس ثم صلى منفردا كتبت له جماعة. لا يفوت عليه. فمثل هذا الشيء بالعكس، طالما أن المسجد، إحنا ما نقول مثل ما يقول بعض الأخوة راح تتبع المساجد ولو بعيد، الأمر يعني للحمد فيه رفق، لكن طالما مسجدك المعتاد أو القريب من بيتك سمعته يقيم وأنت واضح، لا، تعالوا صل مع الجماعة، صل مع الجماعة، وفضل الله واسع، وفضل الله واسع. نعم.